مع نهاية الأجازة وسواء أنت لسه بتدرس أو بتشتغل، المكتب بيفضل هو الحاجة المشتركة بيننا كلنا اللي بنقضي عليها أغلب وقتنا. وعشان نكسر حاجز الملل اللي بيبدأ مع أول يوم دراسة أو شغل، هنقولك على 9 حاجات هيخلوا حياتك البائسة على المكتب ألطف بكتير. لون الكتب أو النوت بوكس بتاعتك بألوان مختلفة من الطرف، ده هيخليك تطلعها من الدرج أو من الشنطة أسرع بكتير من غير ما تضطر تقلب الكتاب عشان تشوف اسمه. لو الأدراج اللي في مكتبك اتملت، هات أي شنطة من الكرتون والزقها على الحيطة أو على جنب المكتب. مبروك، بقى عندك درج جديد. استخدم علب الكرتون الفاضية عشان تنظم الأدراج وتمنع عنها الفوضى. مش بس كده، هيبقى أسهل إنك تلزق عليها ورق أو تلونها كنوع من التزيين ورفع الروح المعنوية وكده. لو مكتبك زحمة وعليه ورق كتير، تقدر بسهولة تستغل الفراغ وتعلق الاختراع الرائع ده عشان تحط عليه الحاجة اللي بتشربها. اختراع عظيم. لو وراك أطنان من الشغل أو المذاكرة اللي مستنيينك، ما تضيعش وقت في الأكل. حط الكيبورد بروتكتور دي وكل وانت بتشتغل. لو مكتبك محاط بأسلاك كتير مش عارف توديهم فين، هات البيبر كليبس ونظم بيهم الفيش. احنا شخصيا ارتحنا جدا بعد الفكرة دي. بدل ما الأقلام والماركرز مرمية في كل حتة، طبق كان الكولا بعد ما تخلصها بالشكل ده وحط فيها الأقلام. بدل ما تفضل ماسك الكتاب بإيدك عشان ما يقفلش، حط فيه غطا القلم بالشكل ده. ملحوظة، كل ما كان القلم وزنه أتقل، كل ما قدرت تفتح الكتاب أكتر. ما ترميش علبة التيك تاك أول ما تخلص، خليها في مكتبك وابري جواها الأقلام الرصاص بدل ما تقوم لحد الباسكت. مش بنحرضك على الكسل والله، بس الوقت من دهب وانتوا عارفين يعني. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة، ولو عايزنا نكمل ساعدنا ننشر فيديوهاتنا واعمل لها شير على فيسبوك وجوجل بلس، وكمان تقدر تشوف فيديوهاتنا اللي فاتت كلها من هنا.